هذول الاثنين مدرسين عام 1402 ويبون يحسنون من دخلهم، فكل واحد منهم قط له 150 ألف ريال بيفتحون ثلاجة. فتحوا الثلاجة واشتغلوا وحصلوا خير وبنوا بيوت وزوجوا عيالهم. بعد 8 أو 9 سنوات واحد منهم جاء لقى خويه قال يا فلان، قال نعم، قال ابغى اعزل. يا ابن الحلال، قال اعلنوا عن بيعتها، باعوها ب 700 ألف. يقول انا اخذت ال 350 حطيتها في البنك لعلها تكبر وافتح لي ثلاجه. يقول قعدت لي 4 أشهر 5 أشهر، دخلت سوق ابى اصلي الظهر في مسجد عليزه. يقول يوم صلينا الظهر قالوا الصلاه على الميت. احنا نعرف بعضنا، من اللي متوفي؟ قالوا فلان. اثر خوي وشريكي في الثلاجه. يقول انا يضيق خاطري وينتك خاطري. صلينا عليه ورحت لعياله. متى توفى؟ قال صلى الفجر يوم توفى. وقعدت لي 4 أيام في بيتي الا الباب يطق. هلا كيف حالك ابراهيم؟ قلت قال احسن الله عزاك، في خويك. قال انت خابر اني مسلفه 300 ألف ريال؟ قال لي انا حاضر. ما رجعوها عياله. قال جيتهم وقالوا ما دام ما معك ورقه ما لنا لزوم فيك. يقول اشغل سيارتي واروح لعياله. قلت ترى الرجال متسلف من ابوكم 300 ألف وانا شاهد. قالوا ايش دراك ان ابوي ما ردها؟ يا عيالي الرجل تاج، والرجل هم جايين ندور ورا ابوكم عقب ما ماتوا، حللوا ابوكم. قالوا والله هذا اللي احنا نميل اليه. يقول رجعت انا للتاجر ابو ابراهيم. قال نعم. قلت الرجاجيل هذا كلامهم ولا؟ قال اجل قل لهم الله لا يحلله ولا يبيحه. يقول والله كأنها طعنة في صدري. يقول اقعد لي ليلتين الثالثه ما قدرت انام، رحت للبنك وسحبتها 300 ألف. اطق الباب عليه ابو ابراهيم. قال نعم. قلت هذه 300 وحلل خوي. قال منك ولا منهم؟ قال مو بشغلك. قال منك ولا منهم؟ ماني ماخذها. قال لا مني. قال ساقط 100 ألف لك و200 باخذها والله يحلل ويبيعها. يقول ارجع هنيت فرحت. يا سلام. يقول بقى معي 150 ما عاد تكفي يعني، بس اني شايف اني محلات على خط وتوها تبنى 3. يقول اروح بستاجرها. يا عم راعي المحلات قاعد عنده سوداني. قال نعم. قلت بستاجرها 3 محلات ابيها 10 سنين. قالوا ايش بتحط؟ قلت بحط ثلاجه. نادى السوداني قال اكتب عقد بيننا وبينه. قام يقول مديت انا بطاقه احوالي للسوداني عشان يكتب العقد. قرا اسمي بصوت عالي. قال فلان 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 يا انت؟ قال لي انت اللي سددت عن خويك؟ قال خويك اللي متوفى انت مسددت عنه 200 لفلان ابو ابراهيم. اعطى 15 سنه مجانا. يا عم انت فاتحين الدكان؟ قال خير واجد. يقول اجيب لي عمال وحط لي دروج وامد لي كيبل للثلاجه. يقول يوم اكتملت الدروج توني قاعد في المحل منظف وهذا ولا تريلتين موقفه. وين اللي سدد عن خويه؟ بلغ ابو ابراهيم الربع هذا فعل فلان في خويه. فقال ترى فاتح له ثلاجه مستاجر من فلان ودكوا محله بالمواد الغذائيه 50% هديه و50% يسددها لين يبيع. يا سلام. يقول يا اخوان القصه انا سامعها منه. يقول في حسابي 30 مليون. فشوف سبحان الله وقفته مع خويه وفعله دفع كل ما عنده. من يسوي هالكلام؟ لا والله توفيق رب العالمين.